تصاعد سريع بالأحداث في مسلسل الموسم الثاني من المتوحش، ومحاولات كثيرة لجذب المشاهد التركي، خاصة مع الكم الهائل للمسلسلات القوية اللي دخلت على خط المنافسة، وبالتالي حظوظ استمرار الموسم الثاني للمتوحش تضعف بسبب انخفاض الريتنج. الحلقة 38 من المتوحش حققت ريتنج ضعيف جدا وهو 2.47، وهذا بالرغم أنه الحلقة شهدت نهاية شخصية رئيسية واللي هي رويا بطريقة صادمة، إلا أنه المسلسل الآن ما عم يجذب المشاهدين الأتراك. أعلنت الحلقة 39 من المتوحش ركزت على سرعة كبيرة في سير الأحداث وكشف الحقائق، مثل لقاء ألاز ببنته وعودة آسي مع الحلقات الأولى وتجنب التمطيط. وهذا الشيء اللي فسره البعض أنهم خايفين من استمرار ضعف المشاهدات، وبالتالي التحضير لإنهاء العمل في أي حلقة وارد جدا، مشان هيك عم يتم كشف الأوراق بسهولة. آخر خطط الترويج من الإنتاج هو استغلال شعبية الأصلاز من خلال تذكير المتابعين بالحلقة الجاية. وليس هذا فقط، ظهور آلاز وآسي كان بملابس زفاف من الكواليس، مما يؤكد أنهم راح يتزوجوا قريبا، وهذه خطة ذكية لجذب متابعي الثنائي. ومن المؤكد أنه زواج آلاز وآسي كان بإصرار من عائلة آسي المحافظة يلي عثرت عنها مؤخرا، واللي راح ترفض أنه بنتهم تبقى أم عازبة ووالد الطفلة موجود. السبت القادم راح تتوضح مسألة استمرار المسلسل أو تحضير لنهاية مبكرة، لأنه نسب المشاهدة الحالية ما تساعد أبدا أنه يستمر لكثير من الحلقات. شو توقعاتكم للحلقة 39 من المتوحش يلي راح تنعرض السبت القادم؟